رمضان هو الشهر اللي كيدوخوا فيه البنات بين كيفاش يقسموا وقتهم من المدرسه للمراجعه للشقه للتمارين للعباده، ويا ترى واش جات لها الوقت لراسها. وهكا كتدوخي وما كديري حتى شي حاجه، وكيبقى عندك تانيب الضمير وانت حاسه براسك ما درتي حتى حاجه مقاده، ما رجعتي مقاد، ما عبدتي الله مقاد، ما استغليتي هذا رمضان كيف ما انت باغي. ولكن ملي شتي هذا الفيديو فهاد الشيء كله غير نساي، حيت ما بقيتيش غتعاني منه. انا شخصيا كنت بحالك وكان عندي هذا المشكل، ولكن تهنيت منه 100%. فكنولي بالعكس رمضان كنحفظ فيه وكنعبد فيه الله وكندير فيه اي حاجه بغيتها اكثر من الايام العاديه. علاش؟ حيت كنعرف نخطط ليه مزيان. فإلا بغيتي تعرفي كيفاش تخططي النهار ديالك وديري هادشي كله ويشات لك الوقت من الفوق، تبعي معايا هذا الفيديو حتى الاخر، حيت خصوصا في الاخر ديال الفيديو غنعطيك واحد الكادو خاص لك انت بوحدك. اللي وصلتي للاخر ديال الفيديو غيعجبك بزاف، انا متاكده غتحتاجي بزاف. غنخلي الكادو حتى الاخر ويلا نبداو. جيبي ورقه وستيلو وقيدي معايا. اول حاجه غنبداو بها اللي هو الوقيته ديال الفجر، ومن هنا غنبداو التخطيط ديال النهار ديالنا. ملي تفيقي الفجر ديالك مثلا مع 5 وشي حاجه ل5 تقريبا، كتفيقي باش تسحري، باش تعيشي شويه قبل ما يود الفجر، باش تصلي شركيعات قبل ما يود الفجر، تحسبوا انهم قيام الليل. فهاد الوقيته بغيتك عافاك ملي تكوني باغا تاكلي السحور ديالك ما تهزيش هي شي حاجه ديال الزنقه. ما تجبديش قليه، ما تجبديش بيمو، ما تجبديش دانون، ما تجبديش عصا ديال الزنقه، مناضه، قهوه، اش هادشي. عافاكم في السحور ديالكم كلوا ماكله طبيعيه، التفاح، البنان، الديسير. حاولي تاكلي تقاوت اولا سلوك. الواحد شنو تيقول لي؟ كولي ماكله صحيه. علاش ما تاكليش ماكله ديال الزنقه؟ هادشي مهم بزاف وماشي شي حاجه غير ديال صحتي وهذا، لا، هذه حاجه اساسيه الا بغيتي النهار ديالك يكون خدام. انا شخصيا كنقول لكم عن التجربه ديالي. ملي كنوض في الفجر ديالي وكنفطر بالماكله ديال الزنقه، نهار كامل كنبقى معصبه، نهار كامل ما كتكونش عندي الطاقه. ولا كليتي ماكله ديال الزنقه في السحور، انا متاكده ما غيجي فين يوصل الظهر حتى غتكوني جاك النعاس وضرك راسك وما بقيتي باغا ديري والو في النهار ديالك ويضيع لك نهارك. عكس البنت اللي كدير السحور ديالها بماكله صحيه، كتبقى نشيطه النهار ديالها كامل وما كتحس لا بعيا لا بنعاس. فعافاكم بعدوا على السكريات وكلوا ماكله صحيه. وكذلك صلاه الفجر مهمه بزاف ديال البنات كنعرفهم كيسكيبيو صلاه الفجر، ما كيقدروش كينوضوا كياكلوا عشي حاجه فوق الفراش ديالهم وكيرجعوا ينعسوا، ما كيقدروش على صلاه الفجر. ولكن تيقوني صلاه الفجر هي الوحيده اللي كتخلي نهارك ديال رمضان يكون فيه البركه. حيت ملي كتصلي كتدعي، ملي كتدعي داك الدعاء بحال كتعاودي تخدمي مخك، بحال كتبداي تجبدي كاع الاهداف ديالك، كتقولي يا ربي سهل عليا في هذه، سهل عليا في هذه، سهل في هذه. يعني بلاصه ما غادي ديري ورقه ديال تو دو ليست، كديريها بواحد الطريقه احسن، بواحد الطريقه اكثر روحانيه، بواحد الطريقه اكثر تامل واكثر يقين انك كديريها مع الله. كتفيقي وكتهزي يدك وكتقولي ربي سهل لك في اي حاجه انت باغا ديرها في داك النهار باش ربي يعاونك. مثلا انت كتبغي تراجعي في النهار ديالك ولكن ما كيكفاكش الوقت، ديما في رمضان كتلقى راسك ما كتراجعيش، ما كديري حتى شي حاجه. ملي غدعي الله تقولي يا ربي راني كنحاول وباغا عاوني، غتشوفي كيفاش الله سبحانه وتعالى كيعاونك. فعافاكم ما نضيعوش هاد الفرصه عندنا ديال اننا نصليو الفجر. كتنوضي باش تسحري فصلي الفجر ديالك. ومن مورا صلاه الفجر بزاف ديال الناس غيقولوا لي كنرجعوا نعسوا، ولكن تيقوني ماشي هذا هو الروتين اللي انا كيعجبني وماشي هو الروتين اللي انا كنتبع. الا بغيتي النهار ديالك يكون فيه البركه ما ترجعيش تنعسي مورا الفجر. غتقولي لي فيا النعاس كذا، غير صبري حتى نكملوا الروتين ديال النهار كامل وغتلاحظي انه راه ما غاديش يكون فيك النعاس لا والو. غير صبر معايا تنكملوا الفيديو حتى الاخر وغتعرفي علاش ما غيكونش فيك النعاس. ملي غادي تبقاي انت فايقه من مورا صلاه ديال الفجر، غتبقى عندك مثلا انت قاريه مع تسعود، مع التوقيت ديال رمضان كيولي الدخول حتى تسعود، فغتبقى عندك واحد ساعتين خاويه. يعني مثلا من 6 حتى 8 عاد غادي تنوضي توجدي راسك باش تمشي المدرسه مع التسعود. هذيك الساعتين اهم ساعتين عندك في النهار، حيت تيقيني والله العظيم الا مشيتي خليتي هذيك الساعتين ضيعتيهم غتندمي عليهم في العشيه. شنو غديري فيهم؟ غتراجعي اصعب ماده عندك، مثلا الرياضيات او الفيزيك او السيونس، ماده صعيبه خاصه الفهم خاصه العقل يديماري، غتبدا في داك الصباح. وانا نقول لك واحد الحاجه بيناتنا، جربي واخا غير مره واحده غتلقاي ان هذوك 2 ساعتين كتحسي بكل ساعه فيها ساعتين، يعني ساعتين غتحسي بهم 4 ديال السوايع. علاش؟ حيت الصباح تتكون البركه في الوقت. هادوك الساعتين غتستغليهم، غادي تجبدي الكتاب ديالك غتحليه وغتبداي تراجعي. ملي غيجي الوقت ديال المدرسه ديالك غتمشي نشيط وغيعجبك الحال تمشي كلشي غادي المدرسه كيحك في عيني الا انت غادا نشيطه وفايقه، حيت اصلا 3 ولا 4 السوايع دي باش انت فايقه ماشي يلا غادي تفيقي. غتمشي المدرسه ديالك مع تسعود، كل وحده معاش كتخرج. ملي غتمشي غتكون انت اصلا مراجعه موجده عقلك خدمتي، فواخا كدوزي من المدرسه وكتعياي وكتشحفي، ملي غترجعي للدار ما غاديش تقولي اوف باقي تابعني الماده الصعيبه، لا صافي حيدتي عليك الصباح ملي كانت باقا عندك الطاقه. اما الا خليتي حتى العشيه راك عا كتكذبي على راسك. في العشيه اما خصك تعاوني ماماك في الشقه، اما خصك تراجعي المواد اللي ساهلين حيت العقل ديالك اصلا صافي عيا من المدرسه وجي ما بقيتيش قاده تخدمي، اما غيكون فيك النعاس اصلا الطاقه ديالك سالات، اولا ما غيكفاكش اصلا الوقت. فمن الاحسن الماده الصعيبه بداو فيها الصباح. الا قلتي حتى العشيه راه تيقينا راه ما كاينش ليها الوقت في العشيه، وقتها الوحيد هو الصباح. ودابا غنهضر معكم على الوقت اللي عندكم في المدرسه. غنصحكم واحد النصيحه لوجه الله، حاولوا في المدرسه ديالكم، انا عارف عزيزكم تهضروا عزيزكم تضحكوا، ولكن في رمضان
نقصوا من الهضره، نقصوا من الجري، نقصوا من الدرديك، نقصوا من انكم تخسروا بزاف ديال الطاقه حيت نتوما مازال محتاجينها من ترجعوا للدار. حاولي ما امكن انك في هذا رمضان هذا تسدي داك الفم شي شويه. اكثر كيضيعوا طاقتهم غير في الهضره، ماشي كيديروا والو، عا كيبقاو يهضروا 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 حتى كيشحفوا. وانا غنقول لكم واحد الحاجه بيناتنا، الا كنتي كتلاحظي انك كتشحفي بزاف مثلا في النهار ديال رمضان، حاولي دائما تبقاي تقولي لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله. هاد الكلمه ملي كتبقاي تقولها بزاف سبحان الله الريق ديالك كيبتل، ومن بعد كتحسي براسك ما بقاش فيك العطش. فحاولي تقولي هاد الكلمه بزاف الا كنتي كتحسي بالعطش، وحاولي تنقصي من الهضره. ودابا غادي ندوزو للربعه. غالبا الا خرجتوا غادي تخرجوا مع الربعه او قبل الربعه. الربعه هو الماكسيموم باش تخرجوا من المدرسه في رمضان. مع ربعه العشيه ملي تخرجوا غتمشيو نيشان للدار، اهم حاجه ديروا هي قيلوله. غتمشي تنعسي لك واحد 20 دقيقه، صلي العصر ديالك، الظهر ديالك سوا صليتي في المدرسه سوا رجعتي حتى للدار. كل وحده كدير ما عرفتش انا كل وحده شنو روتين ديالها. من الاحسن يصلى في وقته في المدرسه. المهم صلي العصر ديالك وخدي واحد القيلوله لمده ديال 20 دقيقه. ملي تنوضي من ديك القيلوله ديك الساعه انت غتقرري انك سوا تعاوني ماماك سوا انك تجبدي تراجعي على حسب. يعني ماماك محتاجاك تعاونيها نوضي عاونها، الا ماماك ما محتاجاكش تعاونيها غادي تجبدي تراجعي دابا المواد الاخرين اللي عندك. وحتى وحده ما تقولي غنخلي الحفاظه حتى لورا الفطور، حيت هذه غير كذبه وانت عارفاها، كذبه كبيره ديال المراجعه ورا الفطور. وانا عارفه بزاف الناس كياكلوا كتعمر الكريشه كتقول الراس غني كلشي كيتنعسي. فانت حرفيا الا بغيتي تحسي براسك كيدوز عندك نهار مزيان راجعي في ديك الوقيته الا كانت ماماك ما محتاجاكش تعاونها. ودابا غندوزو ملي كيود الاذان وغادي نفطروا. تقبل الله صيامكم. الحمد لله داز نهارنا مزيان، ذكرنا فيه الله، ما نممناش ما اغتابيناش ما حقدناش، سامحنا كل شيء، استغفرنا الله، قرانا القران ديالنا، درنا الورد من القران، درنا الصلوات ديالنا، دعينا الماكسيموم. فتحنا صفحه جديده من حياتنا. ودابا سالينا وفطرنا ولله الحمد. شنو النصيحه اللي غنعطيكم انا في وقت ديال الفطور؟ انا عارفه ان التلفازه كيكون فيها بلان ديال الفيديوهات، وانا دابا كنصور لكم هذا الفيديو ودابا خدام مسلسل اللي انا بصح كيعجبني وباغا نتفرج فيه. ولكن شنو غادي نديرو؟ كل واحد فينا عنده شي حاجه خاصو يديرها في هذه الحياه، كل واحد فينا عنده شي حاجه خاصو يديرها، ناس كيتسناو يديروها. انا مثلا مورا ما تسرقات ديال القناه الاولى البنات كيصيفطوا لي فدوى خصك تحط لنا فيديو، خصك تحطي فيديو. فين ما صورتش دابا امتى غادي نصور؟ فخاصك تعرفي انه خصك تشوفي اهدافك. هنا النصيحه اللي غنقول لك هي تبعي مسلسل واحد. انا ما غاديش نقول لك لا ما تبعيش حتى شي مسلسل، ما تفرج. انا ما عندي ما نقول لك انا فاش عادي انا كنتفرج في المسلسلات غير. ونصيحتك هي واحد فقط. علاش؟ ديجا حاليا لاحظت انه في يوتيوب لا الاولى لا دوزيام كيلوحوا المسلسلات في اليوتيوب. يعني حتى الا ما تفرجتيش في المسلسل دابا ممكن من بعد تفرجي فيه. وانا شخصيا كنديرها بحال هكا. مثلا دابا بادي واحد المسلسل انا عارفه الاولى كتلوحوا في اليوتيوب، غنخليه ان شاء الله حتى يكون نهار الحاد ولا تكون عندي عطله وغنبرك نهار كامل نتفرج في المسلسل كامل حلقه مورا حلقه مورا حلقه بلا ما نتسنى حتى الغدا عاد نتفرج في الحلقه الثانيه. وهكا غنكون في رمضان قضيت اغراضي وما ضيعتش وقتي في التلفازه، وفي نفس الوقت تفرجت في دوك المسلسلات غير هو في الوقت اللي انا بغيت. فما تخليش التلفازه. حنا الحمد لله وصلنا لواحد العصر ما تسناوش التلفازه هي اللي تقرر امتى نتفرجوا، حنا اللي كنقرروا امتى نتفرجوا بفضل اليوتيوب. يعني ممكن انك حتى من بعد تسالي دروسك وتسالي امتحاناتك ويكون عندك وقت فراغ وتجبدي ديك الساعه تفرجي في المسلسل ديالك في التليفون، ولا غير في الليل حتى تسالي حفاظتك وملي تبغي تكاي تنعسي عاده جبدي ديك الساعه عقلك عيان ما باغيش يخدم ما باغيش يحفظ، نجبد نتفرج. راه غير كدوز سويعه كيلوحوا الفيديو في يوتيوب. يعني ما قل من ساعه يمكن غير كيسالي في التلفازه كيتلح في يوتيوب. اي مسلسل بغيتي ما كانش في يوتيوب كيكون في ديك لابليكاسيون ديال فرجه ولا ما نعرف. يعني انا نصيحتي لك هي تفرجي في مسلسل واحد اللي كيكون مع وقته ديال الفطور، يسالي داك المسلسل نوضي تقعدي خدمي خدمتك. اما تبقاي مقابله المسلسلات ما غاديش يشاتك الوقت. وتيقني الا درتي بحال هكا وفي رمضان حاولتي انك ما تبعيش المسلسلات، وانا درت لكم يعني على الاكثر مسلسل واحد ما تفوتيش. والله العظيم وباذن الله غتلاحظي انه في رمضان تيكون عندك واحد الطاقه واحد الانجاز، وكتلاحظي انك كديري بزاف د الحوايج اللي انت في شحال هذه ما كنتيش قدي ديريهم ولا عندك الوقت انك ديريهم. غاشت لك الوقت انك الا بغيتي عاوتاني تحفظي للمره الثالثه في هذا النهار، الا بغيتي تراجعي دروسك غير عاوتاني غنقول لك في العشيه غتجبدي ديك الساعه المواد اللي ساهلين اللي ماشي شي حاجه صعيبه فهمتي، حتى المواد صعيبه بديتي فيهم الصباح. اما الا كان شي مسلسل بصح يعني بصح باغا تفرجي فيه فحاولي انك تجبدي الدفتر اللي مثلا عندك فيه شي حاجه غير كتبه، يعني شي تمارين اللي ما فيهمش تخدمي عقلك. بحال شي حاجه قالت لكم استاذه غير نقلها من المقرر للدفتر، اولا شي حاجه ما كتبتهاش في القيسه مصورات صاحبتك السبوره خاصك تجي تدار وتكتبيها. يعني شي حاجه اللي غير كتبها ما فيهاش تخدمي عقلك، تقدري تجلسي في الصالون وتفرجي في التلفازه وفي نفس الوقت كتبي ديك الساعه اتس اوكي تفرجي وتكتبي في نفس الوقت. ولكن حاجه فيها الخدمه والتفكير
دخلي البيتوس ديالك من الاحسن لك. وهكا غادي يشات لك الوقت لراسك باش تعتني براسك، غادي يشات لك الوقت لاي حاجه بغيتي ديرها وغيكفاك الوقت ديالك. وبالتالي شنو غادي تنعسي بكري. وفاش نتيا غتلقى راسك ما كتضيعيش وقتك في المسلسلات وكتمشي تخرجي التمارين ديالك، ما غتجي فين تسالي التمارين ديالك، غتجي تفرجي في التلفازه، غتلقاي التلفازه سالاو فيها المسلسلات، بالتالي بالزمن منك ما غاديش تفرجي فيهم، وغتمشي تكا تقولي شغندير نتكا في بلاصتي ونشد في يوتيوب نتفرج في شي حاجه. ديك الساعه غادي تفرجي فيا انا في هاد القناه ديالي الجديده اللي يلاه بديتها من مورا ما مشات ليا القناه اللي فاتت، اولا غادي تجبدي شي يوتيوبر اخرى عزيزه عليك، اولا غادي تدخلي غير القناه الاولى ولا دوزيام، حنا اغلبيه كنتفرجوا في هاد الجوج، وتجبدي المسلسل اللي انت باغا تفرجي فيه، تجبديه وتفرجي فيه في الوقيته اللي انت رشقات لك، ماشي التلفازه اللي تفرض عليك امتى تضيعي وقتك. فانت ديك الساعه كتكوني خرجتي تمارينك وتفرجتي في المسلسل ديالك بلا ما كيقولها تستهلك، بلا ما تهلك. فهادشي اللي كان في الفيديو ديال اليوم، كنتمنى تكوني استفدتي. نسيت الكادو اللي كنت بغيت نقول لكم، يلا تفكرتوا. الكادو اللي بغيت نعطي لكم هو واحد البلانر اللي كننظم به انا الوقت ديالي في رمضان. غنخليه لكم من تحت في الديسكريبشن، غتلقاو واحد اللين دخلوا ليه، غادي تلقاو تصويره دخلوها عندكم. هذاك البلانر انا كنظم به الوقت ديالي في رمضان، بحال تو دو ليست زوين وخفيف. هذا البلانر غادي يعاونك بزاف انك تقضي كاع الاغراض اللي عندك في هذا النهار. وهذا الشيء اللي كان في الفيديو ديال اليوم، كنتمنى يكون عجبك، كنتمنى تكوني استفدتي. الا عجبك هذا الفيديو عافاك ما تنسيش تخلي لايك وديري ابوني باش فيما نحط فيديو اخر تشوفيه. ولا كنتي جايه من القناه الاخرى ديالي، فرا القناه الاخرى مشات ليا وتسرقات ليا وما بقيتش كنحط فيها كونتنت حيت بطبيعه الحال تسرقات مشات، فما واخا ديري ابوني تما راه ما غيتحط والو جديد. هنا اللي خاصك ديري فيه ابوني، حيت هنا ان شاء الله فين غادي نحطو فيديوهات جداد. قولي تحت في الكومونتير علاش بغيتو نحط فيديو الجاي. هادشي اللي كان فيديو ديال اليوم، نتلاقاو ان شاء الله فيديو اخر. بسلامه.